السي بن كيران، السي بن كيران، أنا والله العظيم حينما تحدثت في المرة اللي فاتت وعطيت رأيي اللي هو معروف عليا زعما ماشي زعما هو جديد ولا شي حاجة، أنا كنت كنعتقد بأنه هذاك مجرد تصريح ديال مواطن بسيط عادي أنه غيدير زلزال بقوة مليون على سلم ريشتر، الروينة الكحلة نايضة، القيامة غتقوم، السوشيال ميديا غتفرقع، غادي تفرقع بحال زعما وليت أنا رشاش، الروينة الكحلة، ما تصوروش حجم الاتصالات اللي جاتني ما بين مؤيد، ما بين معارض، ما بين هذا، ما بين هذا. و تواصل معي بعض الحكماء ديال الحزب الذي ينتمي إليه الأستاذ بن كيران، مجموعة منهم، وهضرنا مطولًا، وبزاف منهم اللي قالوا بأنهم يرفضون هاد التصرفات الحمقاء ديال الأستاذ عبد الإله بن كيران، إن لا يمكن أن تصدر عن عقل بتاتا، وتحفظوا على القضية، قال لك ودي لا القضية ديال الحل شوية صعيبة راك كتقول وهذا، 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 وهذا. وقال لك فعلًا أنه ما يقوله خطير جدًا، ولكن هذا. دونك انتهينا من أنه خاص الحكماء ديال الحزب يصححوا المسار، لأن الطريق اللي غادي فيها راه هو اللي غيخسر، هو والتنظيم ديالو. وصافي مشيت أنا سافرت وما مسوقش كاع، راني مفصّينو شوية الأهل ديالنا لأن هملناهم، ولكن كنشوف بأنه هادوك المحسوبين على السي بن كيران يعني ما خلاوش مجهدهم، فيديوهات، تغريد، خرج السي محمد يتيم الوزير السابق بتدوينة، هذوك المهابيل المتطرفين ديالهم، لان عندهم واحد المتطرفين واحد شويه، واحد الرباعه ديال المتطرفين والارهابيين، هذوك انا هذوك خليهم، هذوك مسؤوليه الدوله تحمل مسؤوليتهم، متطرفين قولا واحدا زعما هذوك خطر قطبيين، عقلوا النهايه ديال ما تكون خايبه، ماشي معايا انا درويش، انا لا امتلك حتى حاجه، انا بسيط. ف التصريحات هذه تلزمني انا شخصيا، وما عرفتش انا لماذا هذا الرعب، شكون انا كاع في ملك الله، راه مواطن بسيط، من التصريحات ما تحتاجش هذا الرعب هذا كامل. سمعوا شنو قال عليا السي بن كيران، انا كنتحدث بصراحه، هو كيغمز زعما راه كيما نقول السميه غير فلان، انا انتم بعدا العفاريت والتماسيح وخدامين معهم مجموعه ديال المرتزقه والاحزاب السياسيه، انا كنطلب من الاحزاب السياسيه يتكلموا بصراحه. قال لك اسيدي في الاخر جابوا واحد خوينا فهمتيني ولا واحد مشطبه، قال لك بغينا نحلوا العداله والتنميه، لا هذا ماشي مشطب، هذا كرت، هذا فهمتيني ولا فهمتي. كيهضر عليا اولا هذا الكلام د الطابه بعدك، هذه قله الحياه وقله الصواب وقله الادب، ولا يمكن ان تصدر عن انسان بلغ من الكبار عتيه في حق الشيخ الفزازي، فاتمنى ان تتدارك نفسك، لان ما تقوله يدل على حاله من قله في التادب من شخص يعتبر نفسه بانه ينتمي الى المرجعيه الاسلاميه، الاخوان المسلمين، هذه الاولى. ثانيا ان لما كيمشيوني التماسيح ما كيمشيوني عفاريت، ما كيعطيني شي واحد، وتتهم الناس، المفروض انه استاذ بن كيران هدانا الله واياكم الى سواء السبيل، رحنا في القرن 21 2026، حتى حاجه ما كتخبى، حتى حاجه ما كتخبى، وانت كنت رئيس حكومه
وعندك اطر، وكاين قيادات اللي كيشتغلوا في وزارات واللي عندهم المعلومه، وكنعرف بان عندكم جهاز استخباراتي اللي تجمع المعلومات على خصوم الدعوه وخصوم الجماعه، وتقارير كتجي باش انكم توجهوا كيفاش تستهدفوا هذا وكيفاش تهاجموا هذا. هادشي انا كنعرف، فكان على الاقل يصارحوك. لان انا اتحداك دابا تقول لي مع من انا خدام دابا حاليا، شكون اللي كيعطيني؟ اتحداك استاذ بن كريم بكل احترام، والله ما تلقى شي حاجه، لان الحمد لله ما كيعطيني حتى واحد، وما محتاجش نبرر انا، ولكن اتحداك بدون تبرير، اتحداك امام الاخوه الكرام، كاين هنا 1800 واحد، واكيد الله يبغي يشوف واحد 40000 ولا 50000 ولا 60000. اتحداك بكل تواضع، انت عندك الالاف ديال الناس، وعندك الالاف اللي خدامين في قطاعات وزاريه، واكيد عندك متعاطفين اللي خدامين في اجهزه مغاربه مساكن ولكن عندهم ميول ولا هذا بتاتر عندنا مشكل، والعائلات بحث، وعندك ناس في وزاره الماليه، وعندك ناس اللي في البنوك، وعندك داكشي ديال التغلغل والانتشار، وهذا راه عندكم. اعطيني دليل واحد انني اشتغل مع من تصفهم انت تماسح العفاريت، مع انني اتشرف ان اشتغل مع اجهزه بلدي، ولكن انا الشرف ما عطاوهاليش، ما عنديش، ما مسوقينليش. ثانيا الاختيارات هما يرون بروفيل ميدياتيك، وجه اعلامي لا يمكن ان يتناسق مع انه يشتغل في اطار جهاز حقهم. انا ماشي من النوع اللي كيكتب تحت الطلب هاك وقول، هاك وقول، هذاك الكلب هو اللي كتقول له هاك وقول، كتوكل وكتقول له اتاك لو. هذيك السياسه الكلبيه انا ما عنديش، هاك وقول انا ما عمري درتها، ما عمري قلتها، وكون بغيت نديرها كنت ندير منها فلوس كثيره، ماشي غير هنا. جاوني عروض من حلفائك ومن تركيا ومن بزاف دير مقالات في هذا التوجه ونعطيوك، لا، وجاوني عروض باموال كثيره. ان شاء الله تجي الفرصه وتنعل الشيطان وهذا ونجلسوا نوريك الرسائل. قل انا لا، في ان دكتور اللي كنشتغل وفق منهجيه وفق استراتيجيات امنيه في اطار المسائل اللي انا مهتم بها، وبطبيعه الحال المغرب ديالي خط احمر، وبطبيعه الحال لا اتناول الشان المغربي لا من قريب ولا من بعيد، ولكن اي حاجه خاصه بالارهاب، استراتيجيات امنيه، هذا الشيء ديال تحليل الظواهر، ديال تدبير النزاعات. ولكن هاك وقول ما عنديش انا، وما يتجرأ حتى واحد يقولها لي انا كاع، لان كيعرفوني انا مزيان باش ندير اجي وقول. وعرض عليا حزب سياسي في المغرب، عرض عليا حزب سياسي في المغرب، ما عمرنا نقول التسميه ديالو، باش انني نشتغل وندير مجموعه من الاستراتيجيات الانتخابيه والتخربيق هذا، ومن بينها انني نهاجم في مقابل، ورفضت، لاني ارفض ان الاحزاب كاملين ما كنلقاش راسي في شي حزب، وارفض تبخيس ديال المستوى ديال من يدعي انه دكتور وخبير انه ينزل يبقى يخدم اجندات. فهاد القضيه ديال المرتزقه والتماسيح وعطاوك اربأ بك انك تقولها. تفضل استاذ بن كرام. شكون انت باش تحل العداله والدنيا؟ انا ماشي حتى واحد، انا قلت انا نصيحه، انا غير نصحت الدوله وصافي. انا قلت ديرها، راه ربما ماشي لان التنظيم ما فيهش ناس مزيانين، كاينين ناس مزيانين، السبب الاله كاينين ناس مزيانين، وجالستهم وجلسنا وشركنا الملح وتغدينا، دخلت للدار ديال السي الرميد والصديق ديالي السي مصطفى الخلفي، نسقنا في القضيه ديال الصحراء المغربيه، والسي عبد اللطيف سودو حتى هو جعلنا، وفي اللقاءات ديال هيسبريس واخا ماشي شغلي، ولكن لم يسبق لي انني تحفظت على الحضور ديال شي واحد ديال العداله والتنميه. وإلا جيتي تشوف السي عبد الاله بن كيران، اللقاءات ديال نقاش هيسبريس مشكوره لان نشط تشرفت بتنشيطها، دير عمليه حسابيه تلقى الحزب ديالك اغلبي اللي جاو، اغلبيه ديال الحزب ديالكم، واحد 4 ولا
هضر بعض الناس، اغلبيه ديال من حضروا معي الناس ديال العداله والتنميه. عمري تحفظت انا عشان تحفظ يجي يهضر يدافع على راسه. وكاين اصدقاء ديالي وكاين حكماء داخل البي جي دي وكاين وطنيين داخل البي جي دي بزاف، ولكن في ظل ما تقوم به انت او انتم، عفوا نهضروا معكم بالمؤسسه، انتم كامين عام لحزب العداله والتنميه في التجذر والتطاول على الشرعيه السياسيه والدينيه والتاريخيه لاماره المؤمنين، اي حزب يقوم بهذا التطاول انا ساطالب. رايي راني في المغرب، رحنا في المغرب، اما الراي ديالي راه نقولوا عادي، زعما ما تجيش انت تسد لي في بوي نهار تحكم. اجي اخويا ديك الساعه طبق انت قول لهم في 3 اشد من القتل وعدمنا، عدم الزمر كامل ما تخلي حتى واحد. مي حاليا في ديال الليبه ضلالي امير المؤمنين وجلاله الملك، نقولوا اللي بغينا. زيد. من انت؟ من تكون؟ واش المجاهيل غادي يجيو يحلوا العداله والتنميه؟ سمحوا لي المغاربه، واش عرفتوا شنو اللي تيبقى فيا ملي كيضحكوا عليكم؟ اما الا ما بغيتيوناش نتوما قلتيو لنا العداله والتنميه ما ضعنا في هذا الشيء، هضر على السي الفيزازي وداك الشيء ما كاين حتى مشكل. اولا ماشي مجاهيل وماشي جهلاء وماشي جاهل. السي بن كيران حفظك الله، هاد العبد الفقير قاري اكثر منك، قضيه راك عارفه، ودبلوماتي اكثر منك، وعندي مساهمات علميه اكثر منك، ودافعت على بلدي اكثر منك، وتواجهت اكثر منك، ومرافعاتي الاعلاميه في مواجهه الانفصاليين والطغمه العسكريه الحاكمه في الجزائر اكثر منك، وانتاجاتي اكثر منك، ومؤلفاتي اكثر منك كنظن، وممارستي للمسؤوليه الترابيه والاداريه اكثر منك. غير انا خرجت بزيرو درهم، انت خرجتي ب7 المليون، هذا هو الفرق اللي كاين بيني وبينك. دونك شويه ديال الاحترام، باش تنقص من بنادم، باش تنقص، ما تخلينيش نبقى نخليك ماده، لان انا غادي انا غادي في هاد مغربي غاديين بواحد 1000 كيلومتر في الساعه، خلينا غاديين، بقيت كل مره نوقفوا صلاح الخطاب ديالك، احترم المخالف ديالك اصاحبي. راه ماشي انكرت معلومه من الدين بالضروره، ماشي انا طالبت باسقاط الشريعه ولا طالبت باسقاط ركن من اركان الاسلام، راه غير انتقدنا، غير انتقدنا تنظيما تقوده انت، الطريقه التي تقود بها ستؤدي به الى مواجهه حتميه مع الدوله. زعما شوف، راه الطريقه باش اللهم لك كنت هذه هي المهمه ديالك، انك باغي تعجل بهذا الكلام الذي تقوله لا يليق، ما لا يليق، لان كاين هناك اعراف، وكاين هناك بروتوكول، وكاين هناك طقوس مخزنيه، وهناك قواميس للخطاب التي يتعامل الناس بها مع السدة العالية بالله وجلالة الملك. وسيدنا الله يسر بشهادة السيد وزير العدل السابق ولا الأسبق، اشتكى من التصرفات ديالك، واشتكى من هذا الكلام ديالك، واشتكى من طريقة الخطاب ديالك. وما أعتقد في تاريخ رؤساء الحكومات في المغرب أن شي ملك اشتكى من رئيس حكومة ولا الوزير الأول آنذاك بهذه الطريقة، باش كيشكى منك سيدنا الله يشافيه والله يعافيه، الله يشافيه والله يعافيه. كنت تراعي غير الحالة الصحية، وما تجيش تقول أنا ربما قراءة في شكل نستغل هذه الوضعية. ما عندك ما تستغل. أنا قلت هذا الرأي ديالي في إطار التحليل والتعبير ياك. أنا بغيت غير نذكر السي عبد الإله بن كيران، السي عبد الإله بن كيران يقول له احترام لشخصك وعدم احترام لطرحك ولفكرك.
ولأطروحتك. وانا تابعت التصريحات ديالك، مراجعات، راه فليت هذاك مراجعات وحده وحده، كل كلام وكيفاش بديتي ما عليه في الطريق واصبحت على منها السيد قطب، شي الطريقه ديال التعامل مع الملك يمكن توجيهه ومضعنا داكشي من بعد. ثم واحد الوقيته كنتم تطالبون بحل حزب الاصاله والمعاصره، كاين ولا لا الاخوان؟ كانوا يطالبون بحل حزب الاصاله والمعاصره، ما هضر معهم حتى شي واحد، واعتبروها في اطار حريه التعبير، ياك؟ طالبوا بحل حزب الاصاله والمعاصره مجموعه من الناس منهم، طالبتم باسقاط التطبيع، وانتم اللي وقعتوا عليه في حضره جلاله الملك حفظه الله، وانتم تعلمون بان التطبيع وقعناه بسبب مجموعه من الاكراهات الامنيه والاستراتيجيه، وبان ربحنا منه الشيء الكثير، رغم اننا مبدئيا انا ربما عندي يقين ان سيدنا ما راه وقعوا وهو وفي النفس منه، وقلت اسقاط التطبيع وانتم اللي وقعتوا عليه، وتحرجون وتزايدون على الدوله وعلى المصالح الاستراتيجيه للدوله المغربيه، وتزايدون على ملك البلاد باعتباره رئيس لجنه القدس والذي قدمه المغرب للقضيه الفلسطينيه، ما عمركم قدمتوه، وتزايدون عليه. يعني نحن اكثر مبدئيه واكثر دعما واسنادا واخلاصا للقضيه الفلسطينيه اكثر من المؤسسه الملكيه وضروره اسقاط التطبيع، بل وقلت بان التطبيع سيسقط هذه الدوله. واخا هزيت التصور ديال المستشار ملكي وصديق الملك وقلت له الهمه ديكاج ما كتقالش بعدا، يرحل ما كتقاش بديك الطريقه، ديكاج الاخوان اللي في فرنسا كيعرفوها، ديكاج بيجوراتيف، كتهزو تصاوروا ما هضر معكم حتى شي واحد، بني هاني والصبا صافي. باش كنتم متغولين في الوقيته ديال 2011 كاين برلماني دابا في البرلمان طالب ب... بتبني مشروع للعزل السياسي. شنو هو العزل السياسي؟ العزل السياسي هو عزل جميع القوى السياسية أو الأفراد الذين ساهموا في عملية الإفساد السياسي وبالتالي حيدوا بكامل كما داروا الإخوان في مصر. عزل السياسي، حيد المستشارين، حيد البرلمانيين، حيد السياسيين اللي ما كيتفاهموش معكم، عزل جميع القوى السياسية والانفراد بالمؤسسة الملكية في أفق التوجيه ديالها أو القضاء عليها، التحييد ديالها والقضاء عليها. رفعتوا هذا المشروع حتى واحد ما هضر معكم، ومني المواطن بسيط انا راه بسيط، انا راجل السي بن كيران هدانا الله واياك، خلي واحد جوج ركعات وهدل مع راسك، راه بان انا مواطن بسيط، انا ما عندي لامو ما عنديش، ربما دابا مع اسبريس درنا الكونطرا كنظن عندي السينيسيس، كنظن قال راه عندي سنينه واحد لاسيرونس الله يجعل كل شيء لله، قبل غير شهرين ما كانش عندي سينيسيس، ما عنديش تقاعد، ما عنديش لامو، ما عندي والو، عندي الكريدي فضل هاد العياشه وهاد القناه ديالي قبل ما ندير داك كان هذا هو المريد ديالي، ما نبقاوش نكذبوا على الله، زعما يبقى انسانيه، كتحاول دير واحد المنتوج اللي هو تعتقد بانه مهم وشويه ديال العائدات ديالو اللي كتغطي بها حاجه بور سورفيفر ماشي بور فيفر. كيقول واحد الافريكان كيقرا معنا في كونغو كيقول لي كنقول له اش كدير سميتو اشنو سميتو نسيت سميتو اش قال لي، كيقول لي جو سورفي، كيقول لي جو في با مي جو سورفي بور سورفيفر وصافي. يسهل الله يسهل الله سبحانه وتعالى، حنا غاديين هنا، حنا غاديين بالحلال رسول الله. دونك مواطن بسيط ضعيف كيجتهد كيقرا كيبحث هذا الراي ديالو. علاش هذا الرعب هذا كامل الحزب كله مهزوز كاع؟ علاش الصنايبي يهضر؟ ما انا مسؤول سياسي، ما انا مسؤول نقابي، ما انا مسؤول في شي وزاره سياديه، ما انا مسؤول في جهاز، ما انا مسؤول في تنظيم، ما عندي جمعيه، ما داخل في سانديك، ما داخل في جمعيه حتى ديال الكره حتى ديال بيطونك، ما عنديش ديال لي بول الكره الحديديه ما داخلش. علاش هذا؟ علاش قال لك يكاد المريب ان يقول خذوني؟ علاش هادشي هذا؟ لو كنتي واثق في نفسك تسوقش اصاحبي كاع، شنو تسوق الصنايبي؟
نايبي غادي تسوق له امين عام ديال التنظيم قاد التجربه الحكوميه ل 10 سنوات يهبط عند الصنايبي يجاوبو ويبقى يتفاعل معاه ولا يمشيو عند انس تيوب كل التضامن مع خويا انس تيوب ولا الشيخ الفيزا الشيخ فادي داير رجل على رجل مقابل 3 د العيالات دير هاد الدار دير هاد الدار دير هاد الدار كتابعينه كضربوا معاه وتخافتوا معاه وتسبوا فيه مستوى فين باغي توصل هاد السياسه غريب دابا والله العظيم الا غريب غريب والله العظيم الا غريب انا كنبغي نفهم اخوتي كنبغي غير شويه نستوعب كيف يفكروا هاد هاد الاخوان هادو دابا نظام مجرم صفوي كافر بفتوى المجلس الاعلى للعلماء باغي يقسم بلادك ما عندهم حتى مشكل معاه ما عندهم اجرام ديال المشكل عندهم مشكل مع الصنايبي ليل ونهار الله يجعل كل شيء لله ما ندافعوا على بلادنا ورجلينا على رقبتنا بالسيف علينا بالسيف واجب نعطيو الدم ديالنا ندافعوا على البلاد ماشي شي واحد فاسد عندك عليه ملفات فساد زعما قالوا ما كاين والو ما عندي والو دويش مع راساتي ما انا داخل في شي كلون خطير زعما جدا ما انا داخل انتخابات لاهددك زعما انتخابيا ولا سياسيا انا شنو عندي قناه وعندي بيسي مهرس من هنا ومهرس من هنا ومجرت لكاع كنقداو الغرض شويه تمشي الصوره وعاود رجع الصوره وهذا وعيط للسي محمد وعيط لهذا ولا عيط بروشي اللي عاود هذا لا زيد هذا داك الشيء زعما طيب ثانيا واحد النقطه اخرى انا في حياتي مع احترامنا للمجموعه ديال الاخوان المحترمين التنظيم السياسي لحزب العداله والتنميه محترمين ثقالين ورزانين ريانه لكن كاين المتشبعين بالعقيده القطبيه المتطرفه هادو اللي كنهضر عليهم ما رايت اكذب من الشيعه ومن هادو جوج على قلب رجل واحد بحال يعني يكذبون كما يتنفسون يكذبون ووالله العظيم لا يعلمون انهم يكذبون ويعلمون اننا نعلم انهم يكذبون ويستمرون في الكذب لأن يعتبرون بان الكذب عقيده وبان يجوز ايهام القول للمصلحه وفي سبيل دفاعا عن الدعوه وعلى التنظيم وعلى الجماعه ممكن انك تكذب التقيه والمضارات وما كاين حتى شي مشكل لان المذهب سياسي شوفوا معي الاخوان هذه فتره كامله ديال واحد 15 سنه واش شي نهار شي واحد من هادو لقيتو دار شي برنامج ديني شي برنامج توعوي شي برنامج وطني شي نقاش حول القضيه الوطنيه علاش زعما بوريطه تطبيع صنايبي الصهاينه بني صهيون وتصهينين فلان هذا اكذا من هنا الملك هذا الميرسك السفينه اف 5 اف 35 هذا اسرائيل تطبيع كاين شي حاجه لان التنظيم ليس تنظيما منطلق من مرجعيات دينيه ولكن من مرجعيات سياسيه تستدعي الدين من اجل التفرعنات مجموعه من الاختيارات السياسيه شي اللي عطى الله زعما راه دابا الكتابات كلهم كاينين زعما ما كاينش شي حاجه ديال شي حاجه زعما اللي فيها شي اختلاف ثانيه قلت لكم هاد الكذب زعما لا اله الا الله محمد رسول الله عرفتي كيكذبوا بواحد الشكل وبشع عقلتوا باش قالوا عليا مطرود وجبت لهم الدليل عقلتوا باش قال لك خليه كبابيه وعلى خلفيه كبابيه واكدت لهم بان داك الشيء خاوي السوق خاوي ما كاين منه والو عقلتوا ملي قال لك او دير ربما محاولات اللقاء ديال الصنايبي مع الصهاينه وفشلت وكذبوا والو عقلتوا ملي قال لك قائد الامارات وكدعموا الامارات ما كاين والو انا كندعم الامارات ديما انا كيعجبني داك النموذج كيعجبني ونتمنى نوصلوا لذاك النموذج في التنميه وفي العمران الناس اللي عايشين في الامارات راه كيقول لك فين وصلوا الناس طلبوا نوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الا اشتغلنا
ولات كازا بحال دبي، وان شاء الله الرباط بحال ابو ظبي، وهذا علاش لا، ومؤهلين اننا نوصلوا. عندنا رزقنا وعندنا فلوسنا وعندنا الامكانيات وعندنا العقل المغربي، ونوصلوا غدا باش اننا اليوم الباسبور جواز السفر الاماراتي هو الجوج في العالم. حنا يعلم الله شحال من كلاسين 79 ولا 100 ولا شحال. خلاص المهم فايتين للجزائر بواحد 4 ديال الدرجات ولا الكذوب. رجع عاد نفس المتطرف الارهابي، واحد منهم واحد الارهابي متطرف قولا واحدا ومعقد، عنده عقد شخصيه ديال الصغور وعقد طبقيه، وهذا هذا عنه. قال لهم الصنايبي بغى يمشي للامارات بلا خبر الرؤساء ديالو، وملي كان راجع تم اعتقاله في المطار، ومن اعتقلوه في المطار تخلصوا منه. ما بقاش كيقدر يقول مطرود لان بان بانه كذاب، كيقول تخلصوا منه. وعارف المتطرف كبابي، كبابي، كباب زوين الكباب. ما عارف بان انا مشيت للامارات، هذا اللي كيهضر عليه هو قبل باش كنت في الخدمه، مشيت 2019 فبراير 2019. ما غادرت وزاره الداخليه حتى اواخر 2024. 5 سنوات، 5 سنوات. واتحداك تجيب لي محضر واحد ديال انه دار لي، ولم يسبق لي ان استمع الي من طرف اي جهاز، لا ما ديكلاراسيون دو بيرد لا كارت ولا شي حاجه. واتحداك ان تثبت لي جيب لي شاهد واحد، قول لي من المطار وشكون اللي هضر معايا وشكون اللي قرب لي ما عمره قرب لي شي واحد. الكذاب، الكذاب، الكبابي، المتطرف، الكذاب. هاد النماذج هما اللي كيخرجوا على التنظيم، هما اللي غاديين للحيط. انا كنتحداك سير قلب عاوتاني وبحث في المخابرات ديالك وبحث وطلع وقول لهم ها شنو وقع شنو وقع شنو وقع. تقدر تقول لك كانوا مشاكل، نقول لك ايه علاش انا خرجت اصلا عندي مشاكل. يجي قد كيهرب من دار العرس ايه، ولكن عادي. مشاكل منظومه ربما ما لقيتش راسي فيها، ما لقاونيش فيها، هكذا بغيت نمشي. مي كاداره ترابيه جهاز محترم، تربيت في وسط منه، والاداره ديالي خدمت فيها، وفضل الاداره ديالي تزوجت وولدت، خديت دار بالكريدي خديت، وقريت، وبديت البحث العلمي في الاداره ديالي، وبديت الابحاث ديالي في الاداره ديالي، وعندي علاقه طيبه مع الاداره ديالي، وما عمرها ما غتصدر مني شي حاجه خايبه في حق الاداره ديالي. مهما يكون عندي مشكل مع شخص ولا شخصين لن يسجل علي انني كنت في مشكل مع اداره ولا مع مؤسسه ولا مع جهاز. واذا انتقدت اداء بعض الاجهزه ولا انتقده بخلفيه وطنيه وبمرجعيه وطنيه، غلطت ماشي مشكل، كنت صحيح اللهم بارك. انا هنايا عاد عرفت بانه زعما الاحزاب والله العظيم الا فيهم الضو. الاحزاب ديالنا والله سيدي الا ديمقراطيين بالله العلي العظيم، ناس الله يعمر هذا. قلت هذه أسوأ حكومه مرت في تاريخ المغرب منذ دخول ادريس الاكبر الى المغرب في القرن الثامن الميلادي. ما قالوا لي احزاب علاش تقول هذه الهضره، ما محققش تقول هذه الهضره، من انت؟ طالبت باستقاله الحكومه قدامكم مرارا وتكرارا وفي منابر دوليه، حتى واحد ما جا قال لي شكون انت. ما شفت انا السي اخر واش قال المجاهيل ولا السي الشوكي ولا السي الشقار ولا السي نبيل بن عبد الله ولا السي الزين ولا فاطمه الزهراء المنصوري ولا شي واحد من الاخوان في الاحزاب. حتى واحد ما قال لي زعما المجاهيل شكون انت اللي تقول لنا استقاله الحكومه وحنا تعبير على اراده شعبيه وجبنا الاغلبيه البرلمانيه نطبق شنو جبتي انت كاع منك الله. حتى واحد ما قال لي هذا.
كيتقبلوها مني عادي جدا، وبزاف منهم كنتلاقاهم كيسلم عليا ويدرعني وهذا وتبارك الله عليك وداك الشيء اللي كتقول تبارك الله. كيقول كيقول الامام احمد بن حنبل واش كيقول بيننا وبينكم يوم الجنائز، يوم الجنائز ربما المعنى ديالها كيقول لهم انه نهار نموتوا تما كتبان القيمه لكل واحد، وانا الحمد لله في الدنيا عارف القيمه ديالي، كنهود وكنتلاقى مع الناس فين ما مشيت، فين ما مشيت والله العظيم فين ما مشيت ناس نقياء اتقياء المغاربه ديالنا. انا عندي لي فان بزاف في ديك الطبقه الاربعينات الخمسينات الستينات، كيقولوا كلام جميل ويدرعوك ويتصوروا معاك، يقول لك تبارك الله عليك انت مغربيت، هز لينا الدرابو وتفحم اعداء الوحده الترابيه وانت مغربيت، وهذا هي الشهاده. الواقع المعلم الارض بان المغاربه اذكياء يعلمون من يدافع عنهم بقناعه وباستماته، وكيعرفوا بان كاين الناس اللي مستعدين يموتوا من اجل هذه البلاد هذه، وكيعرفوا بان كاين الناس اللي ما يسمحوش لاي كان سواء خارجيا او داخليا انه يفسد هذه البلاد، وكيعرفوا المغاربه بانه، وانا كنعرف المغاربه بان لن نسمح بتمرير اي مشروع خارجي او داخلي يميني ولا يساري اللي ممكن يهدد الثوابت ديال البلاد، ولكن كذلك نرفض الفساد، نرفض المحسوبيه، نرفض الزبونيه، نرفض الحزب كابا، نرفض الارتزاق، نرفض المواقف المؤدى عنها، هذا كلنا كنرفضوه، حنا ضده. يعني يا استاذ بن كيران، قال الملك اختي لو كنت انت عندك نيه طيبه تجاه الوطن ديالك، ونتمنى يكون هكذا، نتمنى نكون انا غلط، والله العلي العظيم الذي لا رب سواه اتمنى ان اكون مخطئا ويكون سوء التقدير مني، وما اعتقد لأن البنيه السلوكيه نظرتها مزيان. بالعكس انا لست خصمك، انا لست عدوك، انا لست ضدك، انا ضد مشروع الذي يمكن ان يشكل تهديدا للبلاد. صافي، والهضره قالوها بزاف، راه كان قالها السي بن شماس وقالوها بزاف ديال الناس، راه قال لك هذا الايديولوجيا الاردوغانيه وهذا كلهم قالوا هذه الهضره، ماشي انا اول واحد، انا جديد. انت تعلم بانه هناك نصيب من الحقيقه فيما اقول، والا ما كنتش ترد عليا كاع، لو انك ما عرفتيش بانك الشيء ضرب اللحم الحي ما تردش، ولا ترد. انا واحد مثلا يجي يقول لي الصنايبي شفر مليار بنك المغرب ونرد عليه انا، لا ما نردش عليه انا كاع يوم يقولون، ما نردش انا كاع تخرب. اش نرد؟ واحد يقول لك واحد المره المهداوي كتب قال لك تحوم حوله شبهات فساد، وانا نرد عليه، ما نردش عليه انا عادي جدا. يقول درنا واحد المحامي بقى يتشغل في هذه القضايا، وهذا الله يوفقه يتريني في هذا الشيء مزيان. فهمتوني؟ دونك المفروض انه واحد بحالي دكتور مثقف شي شويه، ما فاسدش، ما عندوش ملفات، ما عندوش دواسه، ما عندوش شي ماضي اسود، ماشي كافر، شي هذا وينو شي واحد ضرب 40 مليار ولا 20 مليار ولا 15 مليار ولا ضرب شي ملفات الصندوق الفلاني ولا الصندوق، ضربت والو انا، علاش تعاديني انا زعما علاش؟ وضد الفساد وضد المحسوبيه وضد الزبونيه وضد البيروقراطيه وضد التخربيق هذا كامل. بالعكس انا مزيان، علاش؟ واحد بالعكس العدو ديالنا هو والفاسدين، ينهبوا البلاد اللي كيتشكى منهم سيدنا ديما، الشلهبيه، الشفاره، اصحاب رؤوس الاموال الكبيره اللي كما قال جبال الاطلس ديال الاموال مع السي نبيل بن عبد الله اللي كدار في الانتخابات. الطاقات اللي خصهم يجيو، المفكرين، الباحثين،
الوطنيين، الأنقياء، الأتقياء، اللي عندهم نقاء الذمة، اللي عندهم مشاريع، العقول ديالنا من برا خصها ترجع. كيفاش أننا نوليو في مصاف دول كبيرة بحال الإمارات، بحال سويسرا، بحال فرنسا. شنو عندها سويسرا؟ ها الإخوان بسويسرا، الملكة بسويسرا، شنو عندها سويسرا؟ شنو عندها سويسرا؟ ما عندها فوسفات، ما عندها حديد، ما عندها ذهب، ما عندها باريتين، ما عندها نحاس، ما عندها والو، ما عندها الشمندر، ما عندها حتى حاجة، ما عندها بحر، ما عندها والو. هذاك لي لاك وصافي اللي طلع. علاش ما نكونوش حنا احسن منها؟ ما الذي ينقصنا؟ الأرض ديالنا كلها خيرات، الملايير الممليرة كتنتج هذه الأرض هذه. عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر. المفروض أننا نكون أحسن من سويسرا، أحسن من إسبانيا، أحسن من فرنسا، وأحسن حتى من الإنجليز. راه حنا إمبراطورية الشريف، وكاين عندنا من العقول اللي تخدم، ولكن العقول مهمشة والشلاهبية ولي زانكابابل والمريقية والنعامسية والنوامسية هما اللي راهم شادين في مجموعة ديال البلايص. إذا لو كان هذا العمل هذا هو اللي تركز عليه، هذاك ما كتهضرش عليهم، لا، حيت لا يؤثرون عليك ولا يهددونك، يعني بالعكس شادهم من الصبع اللي كيحرقهم. يعني انا كتقلبوا قلب 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 قلب، ولا بقيتي كتقلب المعلم سيقع لك ما وقع في باقي الدول. راكم ما كاينينش في الجزائر، 4 طحين في الجزائر، تونس الدوام لله تعالى، مصر لله الامر من قبل ومن بعد، الاردن صنفت اخوان ديالكم جماعه ارهابيه، حماس الدوام لله تعالى، لبنان والو، سوريا والو، داك الشرع ما عندوش معكم اصلا، زيد تركيا هذاك ماشي اخواني كاع، داك كيلعب بكم النهار اللي تصالح مع السيسي باع كلشي. شكون؟ قطر حتى هي قريبه تطلق، الامارات نون بارل بلو، الكويت حتى هي طلقت منكم، البحرين ما نهضروش عليها، السعوديه الداخليه السعوديه الدوام لله تعالى. بقيتو في اليمن، هذاك اليمن، هذاك اللعنه في ذاك اليمن ديما حياتهم كلها صراع. كنت قريت واحد الكتاب ديال المؤسس ديال حزب التجمع اليمني للاصلاح، ذاك عبد الله بن حسين الاحمر، حياتهم كلها صراع. هذيك واحد اللعنه كاينه في ذاك اليمن، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ف كتلقاهم شويه اماكن الفوضى، اليمن، العراق، فين كاين شويه ديال التشاش وصافي. حكومه طرابلس والنواحي خطاك. شكرا جزيلا للاخوان، ودائما خصنا نبقاو على قلب رجل واحد، والتيار الوطني خصو يقوى. التيار الوطني خصو يتقوى. تحيه لانس تيوب، نبيل هرباز، سيدي الحداد، جميع الاخوان، جميع الاساتذه اللي كيتحاربوا في هاد الجبهه هذه. ذكرت هادو لان شويه مستهدفين شويه، ثم كلكم خصكم تكونوا معاهم. يد واحده لما فيه خير البكير، والله العظيم الا تحفه بالله. ما تمشيوش اسمع على اسمع. ريوسنا وجال عندنا المولى ادريس رحمه الله وتبنيناه وتبنانا، وهذه 13 قرن وحنا دوله مستقله. نحن الان اقدم دوله في العالم. بيضة. ايها المغاربه، ما تبقاوش تالفين ليا مع الحوت والبطاطا وخيزو، هذا الشيء ضروري ما عندي ما نقول، ولكن انتم مسلمين ورافعين الرايه ديال الاسلام، والرايه ديال الاسلام راه هي اللي كاينه. النهار اللي سيدنا الله يرحمه بغى يدير المسيره الخضراء، جا كيقول لكم البطاطا والخيزو. اش قال لكم؟ عاقلين ولا نسيتيو؟ انتم تظهر لي نسيتيو كلشي. فكرنا السيد اش قال لكم؟ اش قال لكم؟ الله والنبي والقران معانا. العربي عاود نطلق طلع. الله والنبي والقران معانا. الله والنبي والقران معانا. والله والنبي والقران معانا. يا سي عبد الاله بن كيران، يا سي عبد الاله بن كيران، هاد الشيء راه قالتها جيل جلاله، راه ما قالش حسن الثاني، راه اغنيه ديال جيل جلاله. نمشيو في كفوف السلامه، الله والنبي والقران معانا، راه ما قالش حسن الثاني. والحمد لله ما قلتيش راه شي حديث شريف ولا شي مصيبه كحله كنت تقولها، وراه قالوها جيل جلاله، هما اللي قالوها. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك الحسن الثاني، واش ما عقلتوش على الحسن الثاني؟ هو اللي حرك الناس، وغدا ولا بعد غدا. انتم عارفين هاد البلاد اش غيوقع فيها. الله يرحمه بغى
والرايه ديال الاسلام راه هي اللي كاينه. النهار اللي سيدنا الله يرحمه بغى يدير المسيره الخضراء، جا كيقول لكم البطاطا الخزو. اش قال لكم؟ عاقلين ولا نسيتيو؟ انتم تظهر لي نسيتيو. نسينا. سيدي كاين مشكل كبير. الله يكون لنا ولك، والله يرزقنا حسن الخاتمه. اش قال لكم؟ اش قال لكم؟ الله والنبي والقران معانا. العربي عاود نضلك طلع. الله والنبي والقران معانا. الله والنبي والقران معانا. والله والنبي والقرآن معانا. هذيك هو اللي يحرك الناس، وغدا ولا بعد غدا. انتم عارفين هاد ايوا الله والنبي والقران معنا. خليك. شكرا اخوان، تبارك الله عليكم. الله الوطن الملك ولا غالب الا الله، في امان الله. ديما مغربيت.